تعالوا سريعا كده اعرفكم على هنا 29 سنه، بسم الله ما شاء الله، عامله مشروع تحفه. انا ممكن اسحب كلمه تحفه دي واقول كرييتيف، لان كل حاجه عندها كرييتيف فعلا. بدات بقى المشروع ده من 3 شهور، وبسم الله ما شاء الله بتعمل حاجات مش موجوده عند اي حد. بطاطا بقى على نوتيلا، ومتغرقه بقى بكميه مكسرات لا تتخيل. حتى البطاطس يا جماعه مبدعه فيه، تحس ان البطاطايه جواها لحمه، وبتنزل عليها بقى بالجبنه الشيدر والديول يا معلم. هي دي بنات اسكندريه الجدعه بقى، بنت بمليون راجل اقسم بالله. عرفت تعمل زبون في وقت قصير جدا، بسم الله ما شاء الله. كبير وصغير بقى مدمن الاكل من عندها حاجات بقى بسم الله ما شاء الله يا جماعه، مبدعه بجد. زي ما قلت، انت متخيل ان هنا قعدت سنتين بتجرب وتست لحد ما وصلت للابداع ده، وبعد كده فتحت المشروع بتاعها. عايزين من بكره جمهوريه خالد فين تبقى عندها وتدعمها وتشتري من عندها، وبصراحه اكلها جامد قوي، وصدقني مش هتندم. عصير بطاطا. صدق او لا تصدق. صدقني هتندم لو مجربتهاش. ممكن تشوفها انها بتعمل بطاطس، بس هي مختلفه عن اي حد. هتقول لي ليه؟ اقول لك ان عندها صوصات هي اللي مخترعاها، واغرب صوص كان عندها كان اسمه البرقوق الحار. اما بالنسبه لعصير البطاطا اللي انا بدوقه ده مميزين جدا، واسمه بالكوري كوكو